ولا بد أن تموت وأنت واقف في الميدان، لا أن تموت تحت أقدام الأنذال والفساق في أعماق السجون أو بين عجلات السيارات وعلى أسرة المستشفيات. هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله. ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. أي حياة تريد أفضل من حياة الرباط التي هي بإجماع العلماء أفضل من جوار المسجد الحرام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بالإجماع أن الرباط أفضل من جوار المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.